تحسب لهذا الجيل تحديدا المنتخب السوداني، بل يعني مش نتيجة بس، لا ده كمان النتيجة كانت سبب في إقصاء المنتخب النيجيري من هذه البطولة، وهو منتخب أيضا من المنتخبات القوية. والنهاردة بيتعادل مع حامل اللقب المنتخب السنغالي بدون أهداف، سجل خالي من الهزيمة للمنتخب السوداني. المباراة الجاية مباراة لا تقبل القسم على اتنين. المنتخب الجزائري لعب مباراتين مهمين جدا، المباراة الأولى مع أوغندا والمباراة الثانية مع جنوب أفريقيا بأداء ممتاز للمنتخب الجزائري. بعد كده المنتخب الجزائري يعني بأداء مش عاجب الناس، وأداء غريب شوية خلى المنتخب الجزائري يتعادل 3 مرات في قلق، والدنيا غير مطمئنة حاليا. أنا بتكلم في الوضع الحالي اللي هو بتاع امبارح والمباراة اللي فاتت والمباراة اللي قبلها، غير راضي الجمهور الجزائري والجمهور اللي شاف الماتشات يعني. المنتخب الجزائري بعد اول مباراتين في يعني اداء هزيل شويه. المنتخب السوداني مستقر